وسهلا. طبعا هذا موضوع ايضا مهم جدا، خاصه بعد الاخبار اللي وصلتنا على الناس اللي كاينين مشاو في هذا الموسم ديال الحج، مشاو الحج. فكاين الحج اللي هو نظامي، يعني فيه احترام النصوص القانونيه والمساطير والمعايير اللي دارتها المملكه العربيه السعوديه، وطبعا بالتنسيق مع المملكه المغربيه. فالناس اللي هما نظاميين هما اللي مشاو بالقرعه، طلعوا في القرعه وتختاروا واش يمشيو طبقا للشروط اللي نظمتها وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، او يمشيو في الوكالات الخاصه، يعني يمشيو للحج بالطريقه الاخرى، يعني الخاص. فللاسف كاين بعض الوكالات اللي كيديو الناس للعمره، كيمشيو للعمره وكيمشيو بواحد شهر ونص ولا شهرين قبل الحج، قبل موسم الحج، وتيقول لهم غتمشيو للعمره وغنديكم للحج، وكيحسبوا لهم الفلوس ديال الحج، يعني بالضبط المبلغ اللي دايرين للحج، يعني اللي هو 7 مليون تقريبا. اعطيه العصا وكيديوهم لتما كيديروا العمره، ومن بعد ملي كيجي واحد الوقت اللي وزاره الحج والعمره في المملكه العربيه السعوديه كتوقف صافي العمره، تيقول لهم دابا نتوما غادي تجلسوا في واحد البلاصه، وكيخبعوهم، كيكريو لهم محلات خارجين من الفنادق وبعاد، وتيقول لهم ما تخرجوش ما تبانوش لانه راكم خارقين القانون، وتيبقاو فعلا مخبعين مستورين، تيخرجوا يقضيو الاغراض ديالهم، ولكن ما كيمشيوش للمناطق اللي ممكن تكون فيهم مراقبه، حتى كيجي الموسم ديال الحج وتيقول لهم يلاه دابا تخلطوا مع الناس، وتيحاولوا يمشيو يديروا مناسك الحج. فهاد الناس هادو بزاف منهم اللي تعرضوا للمشاكل، ثم القانون صارم بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه، راه فيها الاعتقال وفيها غرامه ماليه غاليه بزاف، وفيها الحرمان من الدخول الى هذا البلد اللي هو المملكه العربيه السعوديه، يمكن كيحرموهم من الدخول او الرجوع الى هذا البلد لمده 10 سنوات. فعلاش علينا هذا الشيء هذا؟ هاد الوكالات هادو تخصهم يتعاقبوا، وهاد الوكالات تخصهم يتحصاو، ودابا تخص وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه وبمساعده وزاره الداخليه ومساعده وزاره العدل يشتغلوا كلهم باش يدير دابا من بعد الموسم ديال الحج، من بعد ما يرجعوا الناس ويجمعوا جميع المعلومات اللي كاينه، يمشيو للمواقع الاجتماعيه، يمشيو لجميع القنوات اللي كتعطي معلومات على هاد الناس اللي هما غير نظاميين، ويتحراو ويعرفوا شكون اللي صيفطهم، ويمشيو لعندك الوكاله ويعاقبوها. ففقط يعني واحد المعلومه ما عرفتش واش صحيحه ولا لا، على وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه، ولا وزير اللي كان مكلف بهادشي ديال الحج في تونس، تم الاعفاء ديالو من المهام ديالو. علاش؟ لان اعتبروه مسؤول. ما عرف الصحه ديال هذه المعلومه هذه، انا تنقولها هي بين قوسين، لان مجموعه ديال الدول خدات اجراءات في حق هاد الناس اللي هما مسؤولين على هاد الحج الغير النظامي اللي هو غير قانوني. فالمغرب ايضا تخصو يتخذ تدابير باش هادشي ما يتكررش، ما يبقاوش ينصبوا على الناس، حيت هاد الناس كاين اللي مشى حتى لتما وب7 ديال المليون وما حش، يعني مشى في اطار الحج الغير النظامي الغير قانوني، ومع ذلك ما حش وما خصوش يحج لانه تضحك عليه. لكن الدوله ديالنا خصها تعاقب هاد الناس وتبحث وتفتح تحقيق. يعني النيابه العامه ايضا تخصها تدخل على هذا، تدخل في هذا الملف اللي ما ذكرتهاش قبيله. النيابه العامه تخصها تدخل في هذا الملف وتشوف شكون هما هاد الناس اللي مسؤولين على هاد الرحلات اللي دارت غير قانونيه، اللي كيديو الناس فلوسهم بدون وجه حق. اولا، ثانيا، كان مسوب الاسلام ديالنا. اذا كان الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لك انا جيت باش نكمل مكارم الاخلاق، نتمم الاخلاق ديال الناس. فالناس كانت عندهم اخلاق،
لكن الاسلام جا كمل الاخلاق، جا تعدينا هذوك القيم اللي كيتسموا الكونيه والقيم الانسانيه، جا الاسلام اعطى اكثر منها. فكيف يعقل ان واحد الانسان يمشي بطريقه ديال الغش وديال التدليس وديال الكذب وديال النصب باش يدير حج؟ كيفاش يمكن لنا نتقربوا من الله وحنا كنغشوا وحنا كنكذبوا وحنا كنسرقوا واحد الحق اللي ماشي ديالنا؟ واش غيكون هذا العمل مقبول؟ وخص حتى الناس ديال الافتاء، المجلس العلمي الاعلى، حتى هو يخرج بالفتوى ديالو، لان خصنا نتعاونوا بعضياتنا مع الدول، لان هذيك الدوله اللي كتنظم الحج عندها واحد المسؤوليه ثقيله باش تستقبل 2 مليون ديال الحجاج. راه مسؤوليه ثقيله، الا مشات حتى وقع لها واحد الزعزعه في النظام ديالها بخرق للقماساطير والقوانين، ممكن توقع افه، ممكن توقع مصيبه. تما الحوادث ما كيموتوش فيها. ملي كتوقع حادثه في الموسم ديال الحج ما كيموتش في الحادثه 2 ولا 10 ولا 20 ولا 100، لا، راه ملي كتوقع حادثه كيمشيو بالالاف. اذ المسؤوليه اللي عليهم ثقيله، مسؤوليه ثقيله بزاف، وكيبداو هازين الدبيله الموسم الحج باش ينجحوه. وحنا تيخصنا نتعاونوا كيفاش باش نردعوا هاد الناس اللي تيقوموا بهذا العمل، ونوعيوا حتى الناس باش ما يبقى تنصب عليهم، خاصه بعض الناس اللي كيسكنوا في البوادي وكيكونوا مسنين، راهم تعرضوا دابا للضربات ديال الشمس، لان ما كانوش محميين، ما كانوش عندهم الاكل، ما عندهمش الشرب، ما عندهمش وسائل النقل، وكتلقاهم غير في الخلا جالس خصو يقبض الطريق باش يتخبى، حيت يقولوا له من لهنا باش تدوز، باش توصل للمينان، من لهنا باش تدوز العرفه، يلا انتظر. وكيبقاو جالسين تحت الشمس، ما عندهم لا فين يتخبعوا لا حتى شي حاجه، كيتخبعوا من البوليس. ان هادشي هذا ما يمكنش يدوز الموسم ديال الحج ونقولوا صافي حنا ما عندنا حتى شي مشكل واكلنا شيئا لم يكن، لكن بزاف ديال الناس اللي تنصب عليهم. فتخص لازم يكون هناك تدخل، ونبحثوا في هذا الشيء هذا باش العام الجاي يكونوا الناس عارفين، ما يتضحكش عليهم اولا، والوكالات اللي كيسمحوا لنفسهم يقوموا بهذا العمل هذا الغير اخلاقي والغير قانوني، حتى هما يتردعوا ويقولوا سيدي راه كاينه الحراسه وكاين الزجر، ما ندخلش انا في هذا الشيء هذا. فتنتمنى على ان هذه الرساله هذه توصل للمسؤولين ويدخلوا باش تكون يعني متابعه ديال هذا الملف من بعد